فاشوف انه قرارات الخروج من العاصفه في الاهلي قرارات كتيره ومرتبطه ببعضيها، في ما سيعلن عنه تباعا وفيما هو هينتظر بطوله الدوري. وهنا اتكلم على الخطه الكبيره في الاهلي اللي بيتم الترتيب ليها في التعامل مع بطوله الدوري. الست ماتشات اللي باقي اللي في مرحله التتويج في الاهلي 6 ماتشات مهمين جدا جدا، هتبداهم يوم 7 ابريل مع سيراميكا. فانت يعني بيتم الترتيب انه بمجرد ما يرجع يسترب والفريق يتجمع ابتداء من يوم الجمعه هيبقى في وضع مختلف تماما في التعامل مع المرحله اللي جايه، سواء فيما يتعلق بلائحه خاصه جدا تدير المرحله ديت، اتاحت الفرصه لتقييم بعض العناصر واتخاذ قرارات نهائيه ليها بعد كده، غلق الباب تماما عن اي حاجه اسمها عروض وعقود دلوقتي. لا هتتكلم في تجديد عقد، ولا هتتكلم في تمديد حد، ولا هتتكلم في عروض بيع، ولا هتتكلم في اي حاجه غير الدوري يا اهلي فقط. ده شعار الفتره اللي جايه علشان تنقذ الموسم ده بالبطوله ديت، والاهم منها لانقاذ الموسم الجديد، لانه ما يخطط له الاخرون ضدك عايزين يبعدوك عن الدوري باي شكل، عايزين يبعدوك عن المركز الاول او الثاني ويبعدوك المهم عن دوري الابطال، وبيتكلموا علني. والاهلي هيواجه بحروب فاسده جدا وباساليب قذره جدا في ايقاع الفتنه بين عناصره، استغلالا لغضب الجمهور. الجمهور غضب واحنا غضبنا زيه اكتر منه، الجمهور انتقد واحنا انتقدنا وقلنا بالعكس انا قلت الخطايا ال10 اللي وصلتنا اللي ما فيه، بس هنقف ندفع فاتورة الغضب بحرق الاهلي والقضاء عليه؟ هنحقق رغبات الاخرين ولا هنستفيد من اللي حصل ونقفز منه؟ اللي بيحب الاهلي دلوقتي يقف في المكان الصح، وهو انه علاج الاخطاء علاج كامل، عدم السكوت عن اي سلبيات موجودة، تنظيف الجرح ده تنظيف تام. لكن انك انت هتكسر، يعني اتفرج امبارح مهيب عبد الهادي معاه الكابتن بدر رجب والكابتن اسلام الشاطر وايمن عبد العزيز ووائل اباني، الاقي الراي الزملكاوي وده بيتردد ويتم السكوت عنه ويتاخد ويملى السوشيال ميديا وخلاص اصبحت حقيقه. انتوا عندكم المشكله ان انتوا امام عمل اللي عمله ومحدش عاقبه، فاللعيبه رجعت لقت نفسها هي اللي ما بتلعبش، واللي تجاوز واللي ما امتنع عن السفر بيلعب. الكلام ده اتقال ومحدش بيرد. معرفش انتوا بتصدروا لنا ذاكره السمكه ولا ايه؟ مين قال امام عاشور ما توقفش وخد اكبر عقوبه ماليه في تاريخ النادي؟ مين قال ان ده ما حصلش؟ بس انت بتحاسبني على امام، انا ما حاسبتكش على محمد عواد اللي فضل ممتنع ومنقطع ورافض الحضور وقال لك لو هرجع العب اساسي، واتقال شكلا كده ان انا حققت معاه، لغايه لما محمد صبحي عمل اللي عمله في الماتش الاخير وهيتوقف، فرجعوا قال لك خلاص احنا صفينا المشكله مع عواد، وعواد اهلا بيه، وعواد يرجع لفرقته، وعواد عرف غلطته. محدش حاسبكم، انتوا احرار في مشاكلكم، بس هتجيلي هنا هجيلك عندك كتير قوي. ما يصحش. ده محمود بن تايك امتنع وانقطع واتجوز وعاش وراح وجي بدون اذن منك، واول ما اقول لك هرجع اديته فلوسه ورجع. محدش حاسبك عشان تيجي تحاسب الاهلي او توغر صدور جمهور النادي الاهلي ضد امام عاشور وضد زيزو، والكلام فقط على امام عاشور وزيزو. دي لعيبه لا تناسب الاهلي. مش انت اللي تقرر يا حبيبي مين اللي يناسب الاهلي ومين ما يناسبش الاهلي؟ انت وهو. ما تستغلوش غضب الجماهير وترموا الملح على الجرح. الاهلي فيه ناس مسؤوله وفي ناس عارفه بتعمل ايه، وفي الغلط بتحاسب وبتعاقب. لكن انا بنبه بدري قوي، الخطط الديرت اللي هتتعمل على الفرقه مع بعد ماتشات المنتخب مع عوده الدوري خد منها كتير، وكلها من خلال برامج اعلاميه، وكلها من ناس معينه باستمرار هتتعمد انها تضغط على الفرقه وتوقع. يعني من دلوقتي يقول لك امام جاي له عروض، هتسيبه امام ولا لا؟ انت مالك انت وهو، يسيبه ولا ياخده؟ الله، هو انتوا حد بيحاسبكم على كل اللي عندك ده؟
هو حد قال لك ال 13 فتره قيد ايقاف قيد عندك حد حاسبك عليهم؟ يا عم انت حر وشيل مشاكلك، بس هتقرب من الاهلي هتلاقي اتفتح لك كل الملفات ديت. السلام عليكم. عندنا مثل في الفلاحين، عندنا واحنا من الفلاحين بيقول لك يا سيدي ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. انا راجل اهلاوي، في خلاف بيني وبين مجلس الاداره في طريقه اداره النادي، بنتقد وبهاجم وبقل ادبي عشان عارف ان الفريق يكون احسن، لكن انت كواحد بتاع بليله هتتدخل وتقل ادبك، مش هتلاقي مني الا قله الادب. حبيبي، احنا جمهور النادي الاهلي ما بنقبلش ان الاهلي يحصل معاه هزه، ما بنقبلش ان الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا. هي دوري ابطال افريقيا دي ما فيهاش الا الاهلي لازم يفوز. احنا عندنا كاهلاويه كده، احنا عندنا في الاهلي كده. الاهلي بعد ما اصبح اسمها دوري ابطال الاهلي، بتعودنا من الاهلي ان يفوز كتير في السنوات اللي فاتت بدوري ابطال افريقيا، تعودنا ان هو يفوز ببطوله الدوري. عشان كده الخروج من دور الثمانيه عندنا فضيحه وكارثه. انتوا عندكم عادي مفيش مشكله، ايقاف قيد 13 14، تبيعوا هدومكم، تبيعوا ملابسكم، تطلعوا من الكاس، تطلعوا من الدوري، تاخدوا سادس سابع. انت اتعودت على كده. احنا عندنا لا، احنا هاجمنا مجلس الاداره وانتقدنا جامد، وانتقدنا اكبر راس لاقل واحد، لان احنا ما بنقبلش في الاهلي الا المركز الاول. عشان كده اعتبرنا اللي حصل ده فشل خلاص، رغم ان في ناس تانية ما تعتبروش اي حاجه خالص. دور الثمانيه بيطلع منه انديه كتير، وفي ناس ما وصلوش لدوري ابطال افريقيا من 75 سنه وعايشين معانا هنا وبيتريقوا علينا. تخيل بقى دي، ما وصلوش اصلا لدوري ابطال افريقيا. يعني انا ما شفتوش بيخش دوري ابطال افريقيا دي يمكن من 25 سنه ما شفتوش اصلا بيلعب في دوري ابطال افريقيا. ولما كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا كان يطلع من دور المجموعات وكده يعني، ودلوقتي بيتريق عليا. وفي الكونفدراليه بيلعب مركز شبابكم راجع حمادي مع كامل الاحترام وبيفوز بالعافيه. فيعني انت فين وبقين فين؟ بص يا سيدي، لما بتلاقي واحد رد سجون، فانت ما ينفعش تقول له انت سمعتك وحشه. ايه سمعته وحشه؟ ما رد سجون يعني، انت مش شتمتوش يعني. لكن لما يكون واحد محترم انت ما بتصدقش اي حاجه عليه، لما يقول لك ده شتم فلان او قال فلان انت مش مصدق، لانه انت عارف ان هو مش كده. عشان كده احنا ما كناش راضيين من الاهلي اي اخفاق الموسم ده. عشان كده الهجوم مننا كان شديد. بنهاجمنا، في اخطاء، بس احنا بنعترف بالخطا وبنبدا نعالجه. انما احنا مثلا لاعب زي بنتايك، اخد بالك، حماه خباه اللي هو عضو في مجلس الاداره وخلاه يتمرد على النادي، وفي الاخر ايه؟ انتوا رحتوا حبيتوا على رجليه وجبتوه يلعب. واحد زي محمد عواد في مؤتمر صحفي قبل مباراه اوتوهو، المدير الفني بتاعكم قال لك ده مش موجود معايا، مش في الحسابات. واول ما محمد صبحي اخذ طرد في المباراه قال لك انتهت ازمه عواد في المؤتمر الصحفي. طب انتهت امتى؟ اول ما محمد صبحي اخذ طرد. فبص، ما يبقاش انت بيتك من ازاز وتحدف الناس بالطوب عشان هتاكل بالجزم. خلاص، احنا ننتقد اداره الاهلي زي ما احنا عايزين، احنا كده مع بعضينا كده، زيتنا في دقيقنا. لما بيكون في اخطاء بننتقد، احنا كده عايزين الاهلي دايما ياخد المركز الاول. طبعا كده احنا عالم طماع، عايزين الاهلي ياخد المركز الاول على طول في كل البطولات. احنا كده يا عم، انت اتعودت انك تكون حصاد، اتعودت تاخد الثالث الرابع، انت بحالك مع نفسك، ما يخصنيش، ما تتدخلش بقى عندي خالص. النهارده قيف 13 قيف 14، في ناس بتديك من تحت الترابيزه، في ناس بتعدي لك، في حكام بيتعاونوا معاك، قضيتك برضه ما فيش مشكله، عادي خالص، اخد بالك. لكن ما تحشرش نفسك معانا عشان هيبقى شكلك وحش، هيبقى شكلك كلوت وحش يعني، سوري في اللفظ. احنا بالنسبه للنادي الاهلي ما بنسكتش على خطأ حتى لو هو مين. شوف كابتن محمود الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي واساطير من اساطير الكره المصريه في مصر. شوف الناس اللي اهلاويه هيجموه قد ايه عشان الوضع اللي كان فيه الاهلي، الاخفاق الفتره اللي فاتت. تخيل بقى، احنا ما بنسكتش على اي حد ايا كان هو مين. احنا عندنا الاهلي فوق الناس كلها، فوق كل مجلس الاداره. انتوا ممكن يكون عندكم في لاعب تاني معتزل بقاله 3-4 سنين
وبياخد مرتبه لحد دلوقتي، دي حاجة تانية. واحد ما عملش ولا بطولة مع منتخب، ولا شارك في اي بطولة، ولا شارك في دوري الابطال وعاملينه اسطورة، دي حاجة تانية ما يخصناش، مفيش مشكلة. لكن احنا لا، احنا النادي الاهلي وضعنا مختلف.